خبر عاجل: الرصاص يعلو بصفر لإيقاف شخص اعتدى على المواطنين. إذن أعزائي الكرام، قبل أن نمر للتفاصيل المرجو دعمنا بلايك لكي يصل هذا الفيديو لأقصى حد ممكن وتعم الفائدة على الجميع، وشكرا. اضطر موظف أمني برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية لأمن مدينة صفرو أمس الأحد لاستعمال سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية تبدو عليه علامة الخلل العقلي، يبلغ من العمر 30 سنة. عرض المواطنين وعناصر الأمن لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض وأداة رادة. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار حول القيام المشتبه فيه الذي كان في حالة غير طبيعية بتهديد المارة وتعريض أحدهم للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بمدينة صفرو. وأكد المصدر نفسه أن المصالح الأمنية تدخلت على الفور من أجل توقيفه، غير أنه رفض الامتثال وعرض أحد عناصر الوقاية المدنية وموظف شرطي للاعتداء الجسدي باستعمال سكين وقضيب حديدي، الأمر الذي اضطر أحد عناصر الدورية لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى الأطراف السفلية.